اهلا وسهلا بيكم. يا رب تكونوا بافضل صحة وخير، يا رب يوسع على الناس كلها وتجيبوا كل اللي نفسكم فيه. انا النهارده هعمل لكم ريفيو عن مايكرويف شارب، وهل هو الافضل ولا ايه اللي خلاني اشتري شارب مش اي موديل تاني. ده ال 25 لتر زي ما انتم شايفينه اهو الكرتونه. انا لسه جايباه لاني لقيت عليه يعني يعتبر عرض في ظل ارتفاع الاسعار الجبار اللي احنا بنلاقيه. هو كان ب 6963 جنيه. انا جبته ب 5700 من التوحيد والنور. تمام. هو تقريبا العرض لحد اخر الشهر زي ما انتم شايفين كده. هو 25 لتر ودي اللي هي الخواص يعني بتاعته. هو يعتبر الميكرويف لوحده 900 واط، لكن الشوايه اللي من فوق 1000 واط. طبعا يعني ايه وات، كل ما كان الوات عالي بيبقى اسرع في الطهي او التسخين، فهو يعتبر ممتاز جدا، وهو يعتبر مايكرويف وشوايه. وفي الحقيقه انا كان قصادي او كان في اتنين نازل عليهم عرض. كان في التورنيدو 36، يعني الحجم المفروض الاكبر من ال 25، وكان قصادي شارب. بس انا لما سالت وشركه شارب معروفه في الاجهزه وكضمان، هو زي ما انتم شايفين هقول لكم هو ضمان سنتين وعليه سنه كمان اضافيه، يعني 3 سنين. وادي ورقه الضمان، وطبعا الكتالوج اللي بتقدري ان انت تستفسري منه عن الاستخدامات، وهشرحه لكم. وفي الحقيقه انا ديت برضو لفتت انتباهي الحامل ليه؟ لاني ممنوع ان انت تحطي ألمونيا، او يعني استخدامك في الميكرويف بيبقى مقتصر عن مثلا الصيني، الكوبايات او الزجاج. لكن استغربت ان دي موجودة. فهل قلت لو هي مضرة اكيد مش هيحطوها، او لو فيها خطر. فجبت مغناطيسة وحطيت. انا هحاول اجيب لكم مغناطيسة واقول لكم ليه هم تقريبا حاطينها، او الخامة ديت عبارة عن ايه. بصوا كده معايا، لو انتوا لاحظتوا هتلاقي المغناطيس انجذب مع المعدن ده، فمعنى كده ان ديت عبارة عن حديد، مش ألمونيا ولا ستانلس، لان الستانلس والألمونيا ما بيقبلوش المغناطة. فهم عشان كده المادة ديت قابلة جدا او امنة تقريبا على الميكرويف. الريفيو النهارده مش هيبقى مجرد ريفيو او اعرفكم استخداماته او هو مهم ولا لا، على قد ما هعمل لكم مقارنة ما بين، او لو حضرتك محتارة ما بين الميكرويف والقلاية الهوائية انه افضل. وليه خلاني انا واحده من الناس بعد ما كنت مبهوره بالقلايه اول ما جبتها. انا جبت ميانتا 8 لتر، يعني السعه الكبيره اللي كانت بتشيل لي فرخه تقريبا، وبتشيل كميه كبيره من لو انا هقلي بتنجان بطاطس، وعملت فيها كل حاجه. حتى راجعوا الفيديوهات اول ما جبت الميانتا 8 لتر. بعد كده انا بصراحه يعني بعتها، او حد كان عايزها، وجبت بداله الميكرويف. طيب نشوف استخدام في حاجة عجبتني قوي من ورا، حابة اوريها لكم. بصوا الجزئية دي، الجزئية السوداء دي ليه عجبتني؟ لاني هنا مكان المروحة، فعشان ما تكتميش. انا مش عارفة في كل المايكرويف في الموضوع ده ولا لا، بس عجبتني الفكرة دي، بحيث لو حبيتي ترجعي ثواني كده، ترجعي الجزء ده هيبقى فيه تقريبا 10 سنتي علشان التهوية وما يكتمش الميكرويف. تمام. احنا لو شفنا كده شكله من جوه، عايزه اقول لكم واسع جدا. وهقول لكم برضو ايه اللي خلاني، يعني من ضمن الاسباب اللي خلتني، غير اني شارب ماركة معروفة وكتير بيشكر فيها، كان قصادي دي الشارب، وكان قصادي نازل عليه عرض التورنيدو 36. لما طلعت المقاس ده بتاع تورنيدو والمقاس ده بتاع شارب، حطيتهم على بعض. انا مش عارفه ايه الفكره ان 35 قصدي ال 36 من ال 25، لان دي كانت نفس المقاس، يعني بتاع شارب كان نفس مقاس ال 36. زي ما انتم شايفين سعته كبيره جدا، يعني يقدر يدخل لك كمان طبق حجمه كبير. تصميمه حلو. هو عبارة عن ديجيتال، يعني ما فيهوش اي بكر.
في هنا هو ده عندنا جزئين. اول جزئيتين لو انت عايزه تفكي التلج من اللحوم او الفراخ او ايا كان، هنا تقدري تحددي الوزن بالوزن او تقدري تحددي بالوقت. يعني مثلا تقولي انا عايزه خلال 10 دقايق تتفك الحاجه ايا كان بقى، نص كيلو، ربع كيلو، كيلو. هنا لا، انت بتحطي لو انت عارفه مثلا ان الفرخه بتاعتك كيلو، بتقول ديت كيلو، فهو بيظبط لك الكيلو. مثلا بيقعد، لو احنا احط بس عشان ما ينفعش ادخله كده، احط حاجه فيها ميه واجرب لكم. انا حطيت هنا طبق فيه ميه عشان اجرب معاكم، عشان ما ينفعش اشغل الميكرويف على الفاضي. جزئيه مهمه بيبقى فيه هنا يا جماعه زي طبقه كده مغلفه كحمايه، دي لازم تشيلوها علشان بيبقى فيه جوانب هنا، الجانب ده فيه التهويه، وعشان ما يسببش ضرر. الكتمه دي مش صحيه او مش صح على الجهاز نفسه. تمام. طيب انا هنا هقفل اهو، وهنجرب اول حاجه. لو انا عايزه افك حاجه مثلجه، بيديني اختيارين. يا اما انا بحدد اول اوبشن ده، يعني انا عايزاها مثلا تتفك خلال 10 دقايق. تاني اوبشن يعني هي مثلا وزنها كيلو او نص، او انا عارفه وهو تلقائي بيحدد لك. يعني مثلا انت عارفه الفرخه دي كيلو مثلا بتقعد 9 دقايق. يعني خلونا نجرب. مثلا انا هدوس على اول حاجه اهو، تمام، وبعدين بنزل هنا للتايم لاني انا بحدده، بيديني اوتوماتيك 10. طب انا عايزه ازود عن ال10 دقايق، هنا دي بزود كده 11، 12. طيب ايه معنى دي لو انا عايزه ازود بالثانيه، يعني بال10 ثواني مره واحده، يعني هتبقى عندي 12 دقيقه و10 ثواني. يبقى انا عندي اوبشن كمان ان انا اقدر احدد الحاجه عن طريق الوزن بتاعها. يعني انا لو عارفه ان الحاجه ديت وزنها 100 جرام او 200 جرام او كيلو، هو اللي بيظبط لي الوقت. يعني ايه؟ انا بدوس هنا اول واحده، وبعدين باجي هنا بزود ده الواحد ده اللي هو 100. انا بصوا دوست كده واحد، كده 2 اللي هي 200، 300، 400، 500. مثلا دي 500 جرام يعني نص كيلو، وببتدي ان انا ادوس ستارت. بصوا بيحدد لي النص كيلو عبارة عن بتاخد وقت 9 دقايق. طيب لو احنا عايزين نقول ستوب مثلا وحابين ان احنا نلغي خالص، اهو بندوس مرتين، يعني بدوس مرتين على هنا. طيب لو انا عايزة مثلا كيلو، نشوف الكيلو هتبقى هتاخد وقت قد ايه. ده كده كيلو، ماشي، هياخد معانا وقت قد ايه. وبعدين ندوس ستار اهي، بتاخد الكيلو بياخد 17 دقيقة. تخيلوا بقى لو الحاجة مجمدة جدا، بس انا هوقف ستوب. تخيلوا بقى لو الحاجة مجمدة عندك، مثلا حاجة في الفريزر، فانتي بتقعدي على الاقل ساعتين 3 عقبال ما تفك، ولازم تحطيها في مية. لا دوت في الكيلو في ربع ساعة يعتبر. وبتقدري انتي تفتحي برضو قبل الوقت، ممكن بتلاقيها فكت قبل كده. هو بيديكي نسبة تقريبية. هنا بقى مديني مجموعة من البرامج الجاهزة. يعني مثلا لو انا عايزة اسخن خضار، وطبعا دي نسبة تقريبية، يعني بتتوقف على الحجم، ممكن تاخد اقل من كده او ازيد من كده. وليكن انا عايزة مثلا اللي انا حطاه ده عبارة عن خضار، وهبتدي ان انا ادوس ستارت. هنا اداني كام؟ 3 دقايق. طيب افرض الحاجة اللي انا فتحت مثلا بعد 3 دقايق او قبل انتهاء ال3 دقايق، لقيت الحاجة لا محتاجة دقيقة او 2، هل هبتدي ان انا اعمل برنامج من اول وجديد؟ لا يا جماعة، في عندنا اللي هو دوت بقدر ازود. بصوا المدة اهو كده اداني 3 دقايق 4، يعني دي برضو فيها تايمر او وقت لتزويد، بس بيديني البلاس هنا او الزائد اللي بزود منه. طبعا انا هقفل ودوت الجزء اللي انا قلت لكم عليه على حسب. يعني مثلا لو احنا هنوقف هندوس مره تاني، يعني بتدوسي دوستين عشان تلغي تماما. مثلا ادي البيتزا اهي، ماشي، وبعدين بندوس، انا دوست على البيتزا وبعدين بندوس هنا، فبيقولك البيتزا او المعجنات خلال دقيقه واحده. طب انا عايزه الغي، اهو يا جماعه بعمل ستوب مره، ماشي، ومره تاني. تمام. طيب ايه موضوع الثلاث اختيارات دولت؟ ده لو انت هتشغلي مايكرويف بس، لو هتستخدمي الشوايه بس، لو هتستخدمي المايكرويف مع الشوايه. يعني ايه الكلام دوت؟ هي طبيعي واقفه على المايكرويف، يعني انت في الطبيعي ما بتسخني حاجه بتستخدمي المايكرويف بس. طب انت عايزه اوبشن ان تشتغل شوايه بس، ودي لازمتها ايه؟ انا بصوا دوست كده
فظهر عندي زيرو، ده الممسوح الجزء ده. لو انا عايزه مثلا عندي فراخ سلقاها وعايزه اديلها وش تحمير، فبشغل الشوايه، وبعد كده بحدد الوقت. انا عايزه مثلا 10 دقايق، لا عايزه مثلا 11 دقيقه. قلنا ال10 دي معناها ان هي بتزيد 10 ثانيه، يعني اهو 11 و10 ثانيه. طب افرض انا مش عايزه اشغل الشوايه لوحدها او الميكرويف لوحده، عايزه يعني اسوي واحمر الحاجه، بشغل الاتنين مع بعض. طب احنا هنلغي هنا اتنين مع بعض كده اهو، او ادوس هنا، بعد كده بدوس على الاوبشن كده، وببتدي ان انا احدد الوقت بتاعي ماشي، وبرده بزود هنا بالدقيقه وهنا بالثواني. طيب ده اعتبر استخدامها بسيط وسهل، اي حد هيعرف ان هو يستخدمه. طب افرض انا عندي مثلا اطفال مش عايزاها تلعب في الزراير ديت، بعمل ايه؟ نركز مع بعض. بدوس دوسه كده، عدوا معايا دوسه، انا لسه ما دوستش، بدوس 1 2 3 4، شايفين؟ وقفت الازرار كده. مهما حد حب يدوس على الاوبشنات ديت خلاص. طب افرض انا عملت الموضوع ده وعايزه ارجعه تاني عشان انا بقى اللي اشتغل بيه، يلا نعد مع بعض تاني اهو. انا لسه هدوس اهو، انا كده هدوس، ثواني لسه ما دوستش 1 2 3 4، تمام. يبقى احنا بندوس دوسه مطوله يعني نعد كده وبنلغي او بنقفل اللوك بتاعنا، تمام كده. يعتبر استخدامات الميكرويف. وهقول لكم طبعا هل يعني اما استخدمه كشوايه ومايكرويف هل ممكن يسوي لنا الحاجه، او لو استخدمناه شوايه بس، ده يعني فيما بعد فيديو تاني. طب انا النهارده بقى هكلمكم، او دلوقتي هكلمكم ايه اللي خلاني ان انا استبدل الميكرويف بدل القلايه الهوائيه. نصيحتي ليكم لو حاجه عندكم ليها بديل بلاش تجيبوها، وده بناء عن تجربتي. يعني ايه ليها بديل؟ فكره الهواء القلايه الهوائيه قايمه على ايه؟ هي عباره عن سخان علوي وفي مروحة بتدور بسرعة علشان توزع الحرارة للحوم او للحاجة او للغذاء او الطعام اللي انت هتعمليه، فبيسوي. ولازم تقلبي الحاجة من فوق لتحت علشان هو بيسوي الجزء اللي من فوق بس، فما بيديش تسخين او تسوية كلية غير للجزء العلوي. يعني لو انت حاطه فرخه لازم تقلبيها الناحيه التانية عشان تستوي، غير كده الوش بس اللي هيستوي لك، لكن الجزء اللي من تحت لا هيتحمر ولا هيستوي. طيب يعني ايه الكلام اللي انا قلته في الاول؟ يعني اقدر ان انا استبدل الفراخ المشويه ان انا احطها في الفرن، لاني عباره يعني انا مش شايفه القلايه الهوائيه فرق بينها وبين الشوايه. يعني لو عندك شوايه، حتى شوايه اللي هي الصغيره دي، بلاش خالص ان انت تجيبي القلايه الهوائيه. بتوفر نسبه من الزيت، ما انكرش دوت، لكن ليها بديل. لكن انا مثلا لو انا عندي حاجه عايزه افك التلج بتاعها ومستعجله وعايزه بدل ما استنى مثلا ساعه عقبال ما اللحمه او الحاجه تفك، اقدر في الميكرويف خلال 10 دقايق ان هي تفك معايا. سهوله كمان ان انا بدال لو انا عندي مثلا رقاق، عندي جلاش، عندي مكرونه بشاميل، لو انا سخنتها في الفرن او في فوق البوتاجاز ما بتبقاش بنفس الجوده اللي انا هحطها في الميكرويف، وفي دقيقه واحده بتلاقي الطبق يعني سخن والحاجه رجعت اكني جايباها. وساعات بجيب العيش من عند والدتي، تمام، بحطه في الفريزر. انتي بتطلعيه من الفريزر مهما سخنتيه يا اما هيحروق معاكي من فوق، حتى حطيتيه في الفرن هيحمص معاكي، لكن مجرد تحطيه في الميكرويف بيرجع لك جديد. فانا بالنسبه لي لقيت فيه حاجات مفيش بديل عنها عن الميكرويف. لكن القلايه الهوائيه ممكن استخدم الحاجات، يعني مثلا لو انا عايزه احمر بتنجان ممكن بكام نقطه زيت يعني او شويه زيت بقليه مقفول، ما بفتحوش واغطيه بشويه زيت، والاقي البتاع البتنجان اللي هو العروسي الرفيع ده استوى معايا. البطاطس لما كنت بحطها، هي كانت القلايه زي ما قلت لكم كده واسعه 8 لتر، فكانت بتاخد كميه كبيره لكن بتاخد وقت كبير، وكان بتستهلك برضو
كهرباء. مش ممكن تكون الكهرباء مش كتيرة، بس كانت بتستخدم كهرباء، فقال انا هوفره من الزيت في المدة الطويلة دي كلها، اقدر ان انا اعمله في اللي انا هوفره في الزيت ههدره في الكهرباء. بمعنى او ملخص كلامي ان القلاية صدقوني ليها بديل، لكن الميكرويف هو اللي ملوش بديل. فإن لو انت عروسة جديدة او انت محتارة ما بين الميكرويف والقلاية، لا انا هنصحك بالميكرويف عن القلاية. يا رب اكون عرفت اوفلكم او اعمل لكم ريفيو يفيدكم. ولو في حد عايز يستفسر عن اي حاجة انا ما قلتهاش في الفيديو، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات واعرفكم كل حاجة بالتفصيل. مع الف الف سلامة.